شاب كبير راجل، امه كانت جايه عشان تضربه بالقلم على وشه قدام كل الرجاله، ولكن تراجعت في قرارها وقالت خلاص انا هحبسه واحط عليه حراس واعامله معامله المساجين. هرب منها مره وسافر بعيد، ولكن لما رجع تاني وجت تاني عشان تحبسه وأمرت الحراس، أقسم لها إنه لو عزمته على كده إني هقتل كل الحراس دول. فهي شافت من عينيه إن هو فعلا هيعمل ده، قالت خلاص اذهب لشأنك لم أعد أما لك. قالت له خلاص روح، مالكش أم، اذهب لشأنك لم أعد أما لك. عارفين رد عليها قال لها إيه؟ يا أمي إني لك ناصح عليك شفوق، أشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ردت عليه بعصبية وأقسمت إن هي لن تدخل في دينه. هو سيدنا مصعب بن عمير. أمه كانت من الكفار، حاولت تضربه وتهينه قدام الرجال، حبسته، منعت عنه الفلوس والأكل واللبس، ومع ذلك كان بيكلمها بكل وقار، بكل رحمة، بكل أدب. وانت مهما كان أبوك أو أمك بيشتموك بيضربوك بيأذوك ايا كان ايه هو الاذى، عمرهم ما هيوصلوا للدرجه دي ولا درجه الكفار. فواجب عليك انك تعاملهم بالمعروف وتعاملهم بالادب وتعاملهم باللين. ارفض اذاهم واعمل الصح، ولكن بدون ما تأذيهم ولا حتى بنظره ولا كلمه.